السلام عليكم. موضوع الأرض المسطحة، كنت أخطط للحديث عن هذا الموضوع سابقا. كنت أضعه في قائمة المواضيع التي أود أن أقوم بصناعة مقطع عنها، ولكني وجدت أن الموضوع لا يمكن أن أتحدث فيه عن شيء أكثر مما قيل. ليس فيه ما يقال أكثر مما قيل، غير أنه يمكنني أن أدلي برأيي الأسطوري عن الموضوع الذي يهتم له الجميع. ولكن سيكون المقطع عبارة عن دقيقة أو دقيقتان على الأكثر، لذلك ألغيت الفكرة، ألغيت الموضوع، حتى تذكرت أن هناك شخص يدعى بعصام إلاناوي AKA عصام ختلة، صاحب أكبر قناة لترويج لنظرية الأرض المسطحة في اليوتيوب العربي. كانت أكثر قناة، لأنها الآن غير موجودة ربما. رجعت ختلة ما كانت ضياع وقت. إذا ثبت إن الأرض، ركز معايا أخي المشاهد، هذه أرض ممدودة وسماء مقفل عليها، بس خلاص انتهى العالم. في إله خلق الأرض والسماء ذي قطعا مستحيل تتواجد كيف. ما في كوان ودنيا، ما في. الأكوان والنجوم كلها صغيرة تدور فوق السماء اللي فوق الأرض بكبر السماء، تمام، والكواكب دي كلها صغيرة فوق. ما في برا شيء، ما في، خلاص دنيا مقفلة. المهم، هذا الكلام سيكون رسالة لعصام سواء وصلته أم لم تصله. المهم أني أريد أن أعرج على بعض النقاط التي تحدث فيها عندما كان يتحدث عن الأرض المسطحة. أولا، عزيزي عصام، لقد كنت تقول أن الأرض المسطحة هي فكرة أساسية وجوهرية، وعليك أن تؤمن بأن الأرض مسطحة وبأن هذا وكأنه شيء من الدين مثلا. وكان عندما يقول لك الآخرون لن يحاسبك الله على شكل الأرض، كنت تقول لهم إلا يحاسبك. يعني لا أعرف إذا كنت تجزم بأنه أمر يجب أن تؤمن به، أو يعني من باب أنك لا تعرف إذا كان يجب أن يكون ذلك أم لا. أنا أقول أنا معك إذا قلت أنك لا تعرف، ربما يكون أمر يعني ضروري، ولكن هو ليس بتلك الضرورة كمثل قواعد الإيمان، أو يعني أن تؤمن بسطحية الأرض. هذا ليس داخل في العقيدة أو شيء كهذا. يعني إذا قلت لك أن القمر مربع مثلا، هل هناك مشكلة في الموضوع؟ يعني المشكلة الوحيدة إذا مثلا كان ذلك الكلام يعارض نص صريح في القرآن، والنصوص التي في القرآن هي عبارة عن نصوص يمكن تأويلها لصالح الأرض المسطحة ولصالح الأرض الكروية. في كلتا الحالتين تجد أئمة يتحدثون عنها ويستدلون بها على سطحية الأرض، وآخرين يستدلون بها على كروية الأرض. لا تستطيع أن تجزم أن النص يتحدث عن نموذج معين للأرض. وشيء آخر، وهو عندما كان يقول أن إذا كانت الأرض مسطحة فلن يكون هناك أي حجة للملحد، لأنه ليس هناك أي احتمال أن تكون صدرت بشكل ما. بما أنها مسطحة فهذا يعني أن هناك خالق، وإذا لم تكن كذلك فهناك احتمال أن تكون نشأت بالصدفة. تعرف أن هذا الكلام فيه نوع من الزندقة. مشاهد، هذه أرض ممدودة وسماء مقفل عليها، بس خلاص انتهى العالم. في إله خلق الأرض والسماء ذي قطعا مستحيل تتواجد كيف. ما في كوان ودنيا، ما في. الأكوان والنجوم كلها صغيرة تدور فوق السماء اللي فوق الأرض بكبر السماء، تمام، والكواكب دي كلها صغيرة فوق. ما في برا شيء، ما في، خلاص دنيا مقفلة. هل بيكون في إله أصلا؟ نعم، لازم ضروري في أحد خلق هذه الأشياء، ضروري. والإلحاد ما راح يمشي إلا لو كان في انفجار وانتخاب طبيعي وأكوان متعددة والجودة، غيره ما في، تمام. تعرف أن هذا الكلام فيه نوع من الزندقة. لا يهم شكل الأرض إذا كانت مسطحة أو كروية أو أيا يكن، في النهاية سيعود الأمر إلى موجد لهذه الأرض. سواء نظرت إلى هذا الموضوع من منظور فلسفي منطقي، أو من منظور ديني، أو من منظور تجريبي، في كل الأحوال ستجد أن للعالم بداية، وأن تلك البداية تحتاج إلى وجود شيء قائم بذاته، وهو من أنشأ هذا العالم ووضع فيه قانون السببية وما إلى ذلك. لا أريد أن أتحدث عن دلائل وجود الخالق وما إلى ذلك، لا أريد أن أغوص في تلك التفاصيل وما إلى ذلك، ولكن يعني أنا أعطيتك رأس الخيط حاليا. مجرد أن هناك هذا العالم، سواء بأي طريقة أتى، سواء تسرب من عالم آخر، سواء بالانفجار العظيم، أو أنه كان بني كما هو موجود حاليا، في النهاية هذا العالم لابد أن يكون حادث. فكرة أزلية العالم فكرة مضحودة، ضحضتها كما قلنا الفيزياء، ضحضتها الفلسفة،
دحضها الدين. وأن تقول لي أن هناك احتمال أن يكون العالم صدر وجد من دون خالق، فهذا أمر مستحيل. ذلك الانفجار العظيم، لنقل حسب النظرية الانفجار العظيم، ذلك الانفجار العظيم الذي يقولون عنه، ما الذي أحدثه؟ من أين جاءت تلك المادة التي تفاعلت وأدت إلى ذلك الانفجار؟ في النهاية في كل الأحوال، بمجرد أن الكون حادث ستجد أن هناك محدث ببساطة. يعني لا تستطيع أن تجزم بأن الأرض مسطحة وأن تجعلها كأنها الدليل على صحة الدين أو شيء كهذا. وهذه أهم نقطة كنت أود أن أتحدث عنها بخصوص ما يتحدث عنها عصام، لأنه كان دائما ما يقول هذه العبارة من حين لآخر، يعني ليس هناك فرق، سواء كانت مسطحة، سواء كانت مربعة، سواء كانت مدورة، سواء كانت مكورة. ثم أنا لا أهتم إذا كان شكلها مسطح أو كروي، أنا لا أريد الزواج بها حتى أهتم لشكلها. يعني صراحة أنا بنفسي أتمنى لو كانت مسطحة يكون شكلها أنيق ورشيق، ولكن في النهاية من يهتم؟ أنا لن أطير للفضاء ولن أشاهدها، ليس وكأنه أمر ضروري لأعرف حتى أستطيع أن أمارس حياتي الدينية والدنيوية. لا أعرف لما يمكن أن تعتبر أمر مهم لهذه الدرجة. يعني هل سيسألك الله مثلا كما قلنا عن شكل القمر، أو هل سيسألك عن تشريح معدة الحوت، أو عن تشريح الإنسان أو شيء كهذا؟ ربما، لكن لا أجزم أنك لم تسأل عن شيء كهذا. ربما لسبب أو لآخر سيكون عليك أن تعرف هذه المعلومة ولم تؤدها حقها أو شيء كهذا. لا أريد أن أتفلسف، لا أريد أن أتحدث عن احتمالات وما إلى ذلك، أنا أتحدث بصفة عامة. يعني لا أستطيع أن تقول أنه أكيد سوف تحاسب إذا لم تعرف أن إذا لم تقر أن شكل الأرض مسطحة، وخصوصا كما قلت أن هناك علماء وهناك أئمة قالوا بكروية الأرض واستدلوا بالآيات. فالموضوع موضوع مستهلك، موضوع جدلي. وشيء آخر، ألم يقل عصام في مرة ما أنه عندما تعرضت قناته ربما لمشكلة من يوتيوب وكادت تختفي، وقال أنه لا أعرف صلى استخارة أو شيء كهذا، وأنه قال أنه إذا اختفت القناة فسيتوقف عن التحدث عن الفكرة وسيقر بأنها فكرة يمكن أن تكون خاطئة وما إلى ذلك. وعندما عادت عاد إلى يعني وكأنها كان ممتن لأنها لا زالت موجودة حتى يواصل في هذا الكفاح كما يراه. ثم بعدها حاليا اختفت القناة. لما لا تتخلى عن الفكرة كما كنت تقول سابقا؟ يعني أنت تبقى في حيرة في أمرك، أنا لو كنت في مكانك سأظل في حيرة من أمري، لأنها لم تذهب مباشرة ولكنها أخذت وقت وعادت واختفت مرة أخرى. لا يهم الصراحة. أنا كما قلت لا أهتم لشكل الأرض، المهم لدي أمور أكثر لأهتم لها في حياتي، لدي منهيات أحاول تجنبها وواجبات علي القيام بها، لدي أمور علي لا ألتزم بها. يعني لست مهتم لشكل الأرض والبيولوجيا والعلم الفلك ولا أعرف. لا علينا. آمل أن تجد هذه الرسالة آذان صاغية، آمل أن تصل الفكرة إلى عصام سواء عن طريقي أو عن طريق أي شخص آخر. أتمنى أن يدرك أن فكرة ربط صحة الإيمان بسطحية الأرض والجزم بسطحية الأرض وما إلى ذلك بأنها ليست فعلا بتلك الضرورة حتى يمكنك أن تثبت وجود الخالق أو شيء كهذا. نلتقي في مقطع آخر إن شاء الله، ربما. إلى اللقاء.